السلام عليكم. في السيشن دي هنتكلم على ستيتمنت جديدة وهي فور ستيتمنت. فور دي كده بداية نوع من انواع الستيتمنتس خاص باللوبس، وزي ما انت شايف السهم كده في لف، في نقطة بتبدأ منها وترجع لها تاني. فور بتقوم بالدور ده، وخلينا نشوف الشكل ده. وقبل ما نتكلم على الثلاث حاجات الكبار دول، الكود ده اللي موجود جوه البلوك سكوب ده هو ده اللي المفروض هيتنفذ اكتر من مرة. هو ده اللي انا هعمل عليه لوب، انفذه وارجع انفذه تاني وارجع انفذه تالت وارجع انفذه رابع، واقعد اكرر اللوب دي لغايه لما حاجه تقول لي ستوب، خلاص كده ما تكررش تاني. الثلاث حاجات دول هم مسؤولين عن الكلام ده كله. عندي حاجه اسمها اكسبريشن وحاجه اسمها كونديشن وحاجه اسمها انكريمنت، وهنشوف تفاصيلهم دلوقتي. بس معلومه تبقى عارفها عنهم ان هم اوبشنال. اوبشنال يعني انا ممكن اكتب فور ستيتمنت بالشكل ده، 2 سيمي كولون فقط بين الاقواس وبعدين الكود بتاعي. لو انا هكتب فور بالحاله دي فده هيتطلب مني ان انا اعمل حاجه بديله للكلام ده. دي حاله مش عايز اقول استثنائيه، بس هي حاله خليها على جنب، هي حاله اكستريم شويه. خلينا نتكلم في الستاندرد، اللي هي الشكل اللي انت هتشوفه دايما وهتكتبه دايما بنسبه 90% او اكتر من الوقت، هو الشكل اللي انت شايفه ده. حاجه تانية برضو، فور دي ليها كذا نسخه. في الفور بتاعتنا العاديه الستاندرد دي، وبعد كده في عندنا حاجه اسمها فور ان وفور اون وفور اويت، وفي اكتر من شكل كده نبقى نتكلم على بعض الاشكال منه لاحقا، مش كل الاشكال. ده اهم فور في الدنيا، اهم من الحاجات الادفانسد اللي بعد كده. الجزء اللي بين القوسين اللي فوق ده بيتسمى لوب. الكود اللي موجود في البلوك ده بيتقال عليه بادي. دي برضو المصطلحات الرسميه. طيب احنا ده بيتقال عليه بادي عادي بيننا وبين بعض، مفيش مشاكل. لكن احنا بنقول على فور دي كلها بنسميها لوب. هو الجزء ده رسميا هو ده اللوب، او هو ده المسؤول عن اللوب. يعني هو ده اصلا اللي هيخلي فيه حاجه اسمها لوب. بس احنا لما نيجي نتكلم بيننا وبين بعض بنقول فور لوب كلها على بعض. بس لما بنيجي نتكلم على الكود اللي جوه الفور بنقول عليه بادي. الحاجات دي انا بركز عليها لان جزء من انك تبقى متعلم لغه برمجه وبتشتغل بيها انك تبقى متعلم فعلا، انك تبقى بتعرف تتكلم وتوصف الكومبوننتس او المكونات الحاجه اللي انت بتشتغل بيها، ويبقى في لغه موحده سليمه بيننا وبين بعض. لما تكون انت شغال في شركه، هفترض ان انت شغال معايا في تيم وانا بقول لك من فضلك راجع على البادي بتاع الفور لوب دي، فانت تبقى عارف انت رايح تراجع ايه بالظبط. ما تجيش تقول لي ايه تقصد ايه بكلمه بادي. او لو انا بوصف لك كود وبقول لك البادي بتاع الفور فيه حاجه كذا كذا كذا، فانت ما تبقاش قاعد محتار يقصد ايه بكلمه بادي دي. فعشان كده كلنا لازم نبقى متعلمين نفس الاسامي، والاسامي دي هي الرسميه، دي يعني محدش مخترعها يعني. طيب تعالوا نبدا نفسر الكلام ده. تعالوا نغير اساميه، وده غير رسمي. يعني الاسامي اللي انت هتشوفها هتطلع دلوقتي دي اسامي غير رسميه. الستيتمنت الاولانيه او الكود الاولاني ده اللي هيتكتب هنا، ده ممكن نقول عليه الستارت بتاع اللوب، وده هنا بيحدد النهايه بتاعه اللوب، ودي هنا الستيب او الخطوه اللي اللوب هتاخدها. الكلام ده لسه مش مفهوم، هيتفهم حالا. ناخد اول جزء، الاكسبريشن. انا هنا عملت ديكلاريشن لفاريبل اسمه اي واديت له قيمه اسمها صفر. ده كله على بعضه كده اسمه اكسبريشن. طيب انا ليه حطيت ده هنا كده بالشكل ده؟ والله اي ده variable بيأكتنج از ا لوب كاونتر. احنا قلنا اللوب دي معناها ان انا هقعد الف، والف دي الاسم الرسمي بتاعها iteration، ان انا هعمل iterations. فاللوب دي هيبقى فيها اكتر من iteration. فانا بالطريقه الستاندرد بتاعت فور فانا محتاج كاونتر ابدا منه، عداد، كانك بتلف تراك في ملعب وواحد واقف بيعدلك عدد اللفات اللي انت بتلفها. هو الاي ده بيقوم بدور الكوتش اللي بيعدلك اللفات بتاعتك. وينفع يبقى ليه اي اسم، بس هي جرت العاده من بدايه تاريخ الكمبيوتر ساينس ان الكاونتر ده يبقى اي. ده كده بمنتهى البساطه الاكسبريشن اللي المفروض يبقى موجود هنا. ممكن يبقى هنا في assignment فقط، والديكلاريشن يكون اتعمل بره، مفيش مشاكل، بس برضه انا بعرفك الشكل الستاندرد. الطبيعي ان احنا هنعمل ديكلاريشن وانيشاليزيشن في الاكسبريشن الواحد. بعض الحالات ان اصلا الفاريبل ده موجود عندي فوق بره في الجلوبال سكوب مثلا، او في السكوب اللي قبلي على طول، مش شرط يكون في الجلوبال، انا ممكن كل ده يكون في فانكشن اصلا، والاي دي تكون بره لاي سبب، وانا فقط هنا هعمل لها assignment. والاساينمنت بالمناسبه مش شرط خالص يكون صفر. اللوب كاونتر كود ستارت ويز اني نمبر، اي رقم. طب اي رقم ده بناء عليه؟ والله بناء على اللي انت بتعمله. انا ممكن يكون عندي شيء ما بعمل لوب عليه، بس انا مش عايز ابداه من اوله، انا عايز ابدا من نص، من الربع، من اي حاجه، انا حر. تمام. فده الجزء بتاع الاكسبريشن. طيب الجزء الثاني اللي هو الكونديشن. الفور بادي will be repeated as long as this condition is true.
فور بادي اللي هنا ده، الكود اللي هنا ده هيتم تنفيذه اكتر من مره طالما الكونديشن ده بترو. ده معناه ان الكونديشن ده في وقت من الاوقات لازم يتحول لفولس. طب ايه اللي يخلي الكونديشن ده يتحول لفولس؟ ان قيمه اي تتغير، وقيمه اي تتغير عن طريق الكومبوننت الثالث ده. فقيمه اي تتغير عن طريق الستيتمنت الثالثه دي، الانكريمنت. انكريمنت ده في كل لفه فور بتعملها بيتم عمل اكسكيوشن لللاين اوف كود ده. طبعا انت عارف الاوبريتور البلس بلس او الانكريمنت اوبريتور، انت عارفه كويس قوي بيعمل ايه. هو هنا المفروض ان احنا هناخد قيمه اي وبعدين يزود اي بواحد. هو انا هنا الصراحه محتاج ازود اي بواحد فقط، فانا ممكن اكتبها بشكل تاني، بس ده الشكل الستاندرد. 99% من الفور لوبز تقريبا هتلاقيها مكتوبه بالشكل ده. الحاجه التانيه، انا هنا بعمل انكريمنت ستيب واحده فقط. في بعض الحالات ممكن يبقى عندي لا انا عايز اعمل اي تساوي اي زائد 2. انا ماشي على مثلا اعداد زوجيه او ماشي على اعداد فرديه، فانا عايز انط بالخطوتين، او انا عايز اعمل اي بتساوي اي اس 2 حاجه كده، ايا كان انا بعمل ايه. برضو مش شرط خالص انها تبقى اي بلس بلس. طيب تعالى نجرب مع بعض نشوف فور دي بتعمل ايه ان اكشن كده. طيب تعالى فور نعمل زي ما عملنا على السلايد. let i بتساوي 0 و i اصغر من وليكن 9 لاي سبب يعني، بعدين اي بلس بلس. طيب نعمل ايه هنا بقى؟ تعال نعمل حاجه ملهاش لازمه، وندوس F5. طيب هو هنا الكونسول ده ذكي بما فيه الكفايه وبيوفر عليا اسطر، فبيقول لي كلمه هاي اتطبعت 9 مرات. طب تعال نجرب من السي ام دي بتاع الويندوز. انا هنا فاتح نفس اللوكيشن اللي احنا شغالين عليه، وهكتب نود سبيس index.js. الكود بتاعي اتعمل له رن، وهنا طبعا السي ام دي مش بنفس الذكاء بتاع الاي دي، فطبع لي عادي بشكل طبيعي جدا. طيب حركه ان انا اطبع هاي 9 مرات دي طبعا دي حركه ملهاش لازمه، بس دي اول تجربه لللوب. احنا عملنا لوب، احنا كتبنا السطر مره وتنفذ 9 مرات. طبعا انا بادئ معاك من 0 وبقول لك اي اصغر من 9، يعني اخر مره هيتنفذ عند اي بتساوي 8. فاي بتبدا من 0 ل 8، يعني في 9 قيم لاي. طب ليه انا بادئ بزيرو؟ والله انت لازم تتعود ان البدايه بتاعتنا دايما من 0، وهتعرف ليه لما نتكلم في حاجه اسمها الاري. طيب خلينا نشيل هاي ونطبع قيمه اي على طول. في الحاله دي مش هيتكرر بالشكل ده طبعا، لان كل مره هتبقى اي ليها قيمه مختلفه. F5 زي ما انت شايف كل قيم اي. هنا بقى تبدا الميزه بتاعت فور. هعمل فور لوب على كود يتكرر، بس الكود ده فيه حاجه متغيره في معادله في ايا كان بتخلي كل اكسكيوشن للكود ده يطلع بحاجه جديده. طيب تعالى نعمل حاجه صايعه قوي، نطبع جدول الضرب. let n بتساوي وليكن 9. خلينا نعمل اللوب من اول 1، ان احنا مش عايزين 0 في 9، احنا عايزين 1 في 9 لغاية هنا. بقى ممكن نكتب ايه 13، فاي هتبقى اخرها 12، او ممكن اكتب اصغر من او يساوي 12. دي مقروءة اكتر من ان انا اعمل اصغر من 13 من ناحية الايه الريدابيلتي، انما من ناحية اللغة الاتنين واحد. اي اصغر من او يساوي 12 او اي اصغر من 13، الاتنين واحد. والانكريمنت بتاعي هيبقى اي بلس بلس. وخليني اجرب لك اللي انا قلت لك عليه، مثلا ان انا عايز ازود اي بواحد بس، انا مش عايز اعمل اكتر من كده. بلس 1 لو فاكر بيبقى ايه، اي بتساوي اي زائد واحد، اللي هو من الاخر اهي اي بتساوي اي زائد واحد بدون اي فزلكه. طيب هنا هعمل ايه؟ خلينا نعمل برنت الاي واي في ان. وانا عارف انت اول مره تشوف الكومه دي، بس لوج فانكشن بتاخد اكتر من بارامتر، ممكن اديلها اكتر من حاجه عن طريق كومه. فهي كده هتطبع اي وتعمل مسافه وبعدين تطبع اي في ان. خلينا نجرب كده. ممكن اقعد اعدل في البارامترز اللي انا بديها اللوج عشان تديني شكل مناسب كده للبرنت اللي طالع. فممكن اطبع ان وبعديها هنا كده اعمل علامه مالتيبلاي، نعمل مسافه، وبعدين هنا اعمل كمان علامه الايكوال،
انا هنا عملت حاجة غلط، بس فانا كده ان في اي بتساوي اي في ان، او يعني خلينا طيب عشان نعكسها عشان ما ايه ما تبقاش عاملة لخبطة. لو عملنا F5 هيطلع لنا جدول الضرب بشكل منسق وجميل، 9 في 1 9 في 2 9 في 3 9 في 10 9 في الكلام ده كله، الكام سطر كود دول. طيب تعالى اوريك برضو الموضوع الخاص بالاكسبريشنز والانكريمنت والكلام ده لما نغير في الفاليوز دي اللي هيحصل. خلينا مثلا نبدا باي ب5 ونيجي نعمل رن، فهتلاقي ان جدول الضرب بدا عندي من 5. تعالى نرجعه تاني من 1، وبدل ما بزود الستيب ب1 خليها تزيد ب2. في الحاله دي انا هيبقى عندي جدول ضرب قصير زي ده، تقريبا كل الاعداد الفرديه. طيب لو انا عايز كل الاعداد الزوجيه خلينا ابدا ب2، فهيجيب لي الاعداد الزوجيه 2 ثم 4 ثم 6 ثم 8 ثم 10 وهكذا. الجزء ده انا بلعب فيه براحتي، وحتى اي اصغر من او يساوي 12 دي انا ممكن طبعا اغير الرقم عادي جدا. ممكن هنا يبقى فيه كومباريزونز من نوع تانية، بس ده يتوقف على انا بعمل ايه في الكود. سيبك من كل الحاجات دي، الهدف دلوقتي ان احنا نفهم الفور الستاندرد شكلها ايه، وكمان نتعود عليها. دي اكتر فور انت هتشتغل بيها في حياتك. طيب خلينا نرجع فور الستاندرد بتاعتنا زي ما كانت من اولها خالص كده. مثلا اول حاجه احنا جربناها، وخلينا معلش نعمل دي عشان ده اللي انت المفروض هتتعود عليه. طيب انا هاجي اخد دي كده وهعمل كده. طيب اللي انا عامله ده اسمه نستد لوب. نستد لوب، لوب جوه لوب. ولو انا جيت console.log.i فهلاقي القيم بتطبع بالشكل ده. طيب في هنا مشكلة، الكود سمح بحاجة مش المفروض كان يتسمح بيها، وهي ان في هنا اي وفي هنا اي. عشان الكلام ده ما يعملش مشاكل انا ما ينفعش اللوب اللي جوه تبقى بنفس الكاونتر، لازم اعمل لها كاونتر جديد. وجرت العادة ان انا اكمل بقى من اي الالفابيتكس، اي جي كي ال ام وهكذا. من ناحية الاستخدام فانت اكتر حاجة هتشوفها الفور الواحدة العادية، دي موجودة كتير. طيب 2 نستد لوب موجودة برضو، مش قليلة، موجودة. 3 نستد لوب ممكن، بس ده عدد قليل، يعني قليل لو لقيت 3 في بعض. هو ينفع انا لو عملت كده كي كي كي، طبعا خلي ده جي وده كي، وخلي فوق يعمل اي مثلا، وهكذا. يبقى كده دول 3 نستد لوب. ده برضو شكل ممكن تشوفه. اكتر من كده بقى لا، يعني بيبقى يعني هو عادي ينفع، بس بيبقى يعني انت بتعمل ايه بقى يعني ليه 4 لوبس في بعض؟ يعني في حاجه يا اما حاجه متخصصه قوي بقى ايمج بروسيسنج والكلام ده، يا اما في حاجه غلط في اللوجيك بتاع الكود. بس هو ينفع. احنا لو رنينا ده هنشوف ايه؟ ارقام كتير مش هنعرف نفسرها يعني. طيب خلينا نكتفي باتنين بس عشان نبقى شايفين احنا بنعمل ايه. احنا هنا مثلا نطبع الاي، وبعدين نعمل فارق كده بس عشان يبقى اولها من اخرها. انا لو جيت اعمل رن لهذا الكود زي ما انت شايف كده، دي الاي، او خلينا احدد دي ايه. احنا جربنا الكلام ده قبل كده وكان شكله لطيف. دي الاي، بعد كده الجي، بعد كده الاي، بعد كده الجي. اول لوب اللي هي الاوتر لوب او اللوب الخارجيه اتنفذت، وجوه الاول اتريشن فيها لقينا فور ستيتمنت فبدات تتنفذ. فلما بدات تتنفذ بدات تطبع، هي برضو فيها 4 لفات، 1 2 3 4. خلصت، راحت السطر ده مطبوع. وبعدين عمل اتريشن التانية والتالتة والرابعة لغاية لما الكونديشن ده خلاص ما بقاش بترو.
طيب الكلام ده تعالى نحطه بقى في حاجة شبه بتاعة جدول الضرب كده، بس خلينا نبدأ مثلا من 2 ونكتفي لغاية 6. هنا ده هيبقى مجرد هيدر، حاجة كده اللي هي مثلا قيمة اي بكام والسطر ده، وهنا بقى هيبقى جدول الضرب. المفروض ان انا اضرب اي في جي. طيب محتاجين نضيف تكست بس يعبر عن احنا بنضرب ايه في ايه بالظبط، فده ممكن يتعمل زي ما عملنا المرة اللي فاتت. طيب خلينا نبدأ من 1 لغاية 5 عشان بس البرنت يبقى قليل ما يبقاش كتير. حلو قوي الكلام ده. انا هنا عامل جداول ضرب عن طريق نستد لوب. انا هنا عملت جداول ضرب، جدول 2 من 1 ل5، وجدول 3 برضو من 1 ل5، و4 و5 و6. شايف الاوتبوت ده كله جاي من كام سطر دول؟ طبعا فور ستيتمنت دي من الستيتمنتس الفوق الممتازه، هي والاف ستيتمنتس يعتبروا اهم 2 في اي لغه برمجه ايا كانت. طيب اللي احنا عرفناه من لوب واللي احنا جربناه دلوقتي ان اللي بيخليها تخلص هو الكونديشن ده، وطبعا الانكريمنت ده. الاثنين دول مع بعض، الانكريمنت ده لو مش موجود قيمه اي دي عمرها ما هتوصل ل6، واصلا هتلاقي الكود بيضرب. يعني تعال نجرب كده اهو، console دوت لوج اي. افترض ان احنا ما عملناش الانكريمنت وهي اوبشنال وينفع. تعال نرن. شايف عمال يعد ازاي؟ هيقعد يعد كده كتير لغايه لما يضرب، فاحنا خلينا نستوب. واصلا عمال يعمل برنت لصفار. تبص الدنيا يعني هو مش قادر يستوب. عمله حوالي 100,000 مره. الكونديشن ده عشان يتحقق لازم ازود قيمه اي، فهنا لو مش هعملها هنا فانا هعملها هنا. هنا تمشي. ما اعرفش ايه ده. طيب هل انا محتاج احطها هنا؟ ممكن، يعني ممكن يعدي عليك حاجات تحتاج تحطها هنا، بس ليه؟ خلي الانكريمنت مكانه. طيب تعالى نعمل هنا حاجه باستخدام if statement. تعالى نقول مثلا لو I equal 4 بريك. طيب بريك دي من الكي ووردز اللي موجوده جوه الجافا سكريبت، او من الادوات اللي موجوده جوه الجافا سكريبت اللي بتسمح بيه كسر البلوك اوف كود او كسر اللوب. احنا هنا بنستخدمها عشان نكسر اللوب. يعني ايه نكسر اللوب؟ يعني بغض النظر ان انت وصلت الكونديشن ولا ما وصلتلوش، في حاجه معينه تانية، ده كونديشن تاني بقى، لو اتحقق اعمل بريك، ما تكملش واخرج. في الحاله دي حتى لما اي تبقى ب4 مش هتطبع. يعني انا اخري هشوف هنا اي ب3. تعال نعمل F5 0 1 2 3. طبعا انا بوري لك استخدام الكلمه، انما اكيد انا مش هعمل لوب من 0 ل6 وهاجي عند 4 واخرج. لو كده كنت اعملها لغايه 4. يعني هي دي لو شلنا الكلام ده كاني عامل كده اهي بالظبط. فاكيد طبعا الشكل ده كده ملوش لازمه، بس انا بعرفك فكر البريك، ان انا بعمل بريك لللوب. دي حاجه مهمه لازم تعرفها برضو مع اللوب. اللوب بتتكتب ازاي وبتشتغل ازاي، وكمان لو حابب اكسر اللوب لاي كونديشن. الكونديشن ده ممكن يكون حاجه خارجيه، ممكن يكون انا ببص على تايمر معين مثلا بره اللوب اصلا. لما نيجي نتعامل مع الديت والتايم هيبقى في فانكشن مثلا بنعمل لها كول بتجيب لنا الوقت الحالي. فلو لقيت الوقت مثلا عدى حاجه معينه، ما خلاص ما تنفذش، ما تكتبش. اي كونديشن من اي نوع يخليني اكسر اللوب. طيب في حاجه كمان نتعرف عليها، وهي وليكن مثلا لو I مودولوس 2 equal 1 continue، وخلي دي 5 عشان تدينا براح شوية. يعني ايه الكلام ده بقى؟ continue دي معناها بريك الاتريشن اللي انت فيها دلوقتي، لكن كمل اللوب كلها. قلنا فور لوب كل لفة اسمها iteration. بريك دي بتكسر اللوب كلها على بعضيها، اخرج منها كلها. لكن كونتينيو بتكسر الاتريشن اللي انا فيها دلوقتي. لو عملنا رن هتلاقي الارقام اللي اتطبعت الارقام الزوجيه فقط لغايه 4.
لان لما اي جت ب5 عمل بريك لللوب كلها، خلاص ما كملش ولا 5 ولا 6. لما باقي قسمة اي على 2 كان قيمته 1 عمل كونتينيو. معناه ايه ان باقي قسمة اي على 2 ب1؟ معناه ان اي دي رقم فردي. 3 على 2 1 ومعناه الواحد، صح؟ فده الريمايندر. بس فانا هنا بقول له لو الرقم ده فردي كمل ما تطبعوش، اطبع الارقام الزوجيه بس. تعالى مثلا نكبر الرينج بتاعنا شويه، خليه يقف عند 8. فهو طبعا عندنا ايه؟ 0 وال2 وال4 وال6. بريك وكونتينيو زي ما انت شايف فكرهم بسيط جدا، ما فيهمش اي كلكعه. واحد بيكسر اللوب كلها على بعضيها، وواحد بيكسر الاتريشن فقط اللي انا فيه وكمل اللوب انت عادي. ودول برضو تبع الكنترول اوف فلو، دول ليهم علاقه بان انا بتحكم في الفلو بتاع الكود. ايه الالجوريزم اللي بيحصل جوه الجافا سكريبت اثناء تنفيذ الفور؟ طيب اول حاجه زي ما انت شايف الثلاث نقط دي معناها ان في بعض الحاجات اللي بتحصل اللي مش هتفرق معانا قوي، اللي هي ما بتاثرش في اي حاجه لازم تحصل، ما علينا منها ايه هي. اول خطوه مهمه بالنسبه لنا بنعمل تشيك على الكونديشن. هل اصلا الكونديشن ده موجود؟ احنا قلنا ان هو اوبشنال فممكن ما يبقاش موجود. طيب في حاله انه موجود اعمل له ايفالويشن، هات القيمه بتاعته. جبت الايفالويشن بتاعه، حلو قوي. نفذ بقى الجمله اللي بعد كده. لو الكونديشن فاليو ده بفولس اكزيت 4. تعال نجرب كده. الاي ب0، فهل اي اصغر من 10؟ هيبقى بترو، ففي الحاله دي مش هيكزيت 4. ففي الحاله دي هيعمل ايه؟ هيكمل. طيب ايه الخطوات اللي بعد كده اللي هتعملها؟ اكسكيوت كود بلوك، نفذ الكود بلوك. ماشي، صح، كلام منطقي. طيب الخطوه اللي بعد كده بيقول لك based on compilation value decide to exit 4 or not. الكلمه دي غريبه جدا جدا جدا. ايه compilation value دي؟ مفيش اي حاجه اتجاب سيرتها في الشرح اللي فات اسمها compilation value. ايه البتاع دي اللي بناء عليها يقرر يكزت او لا؟ فاكر بريك وكونتينيو؟ جوه البادي بتاع 4 ممكن يكون فيه بريك وكونتينيو. في الجافا سكريبت البلوك اللي جوه ده بعد ما بيتعمل له ايفالويشن الناتج بتاعه بيبقى حاجه اسمها compilation value او compilation record، وده بيبقى فيه فاليوز كتير من ضمنها نورمال وحاجات تانية. نورمال معناه ان مفيش اي حاجه غريبه وان الكود بتاعنا اكتمل بشكل سليم، ففي الحاله دي كمل عادي جدا. اما بقى في حاله لو لقى حاجه زي بريك او كونتينيو، الكومبيليشن بتاعنا كده بياخد فاليوز تانية. في الحاله دي هيبقى فيه ديسيجن يكزت الفور لوب او لا. يعني باختصار لو لقى بريك هيكزت. طيب موضوع الكومبيليشن فاليو ده دي حاجه انترنال في الجافا سكريبت، احنا ما بنعملش بيها حاجه وما تخصناش في حاجه، بس عشان تبقى فاهم الدنيا من جوه ماشيه ازاي. طيب الخطوه اللي بعد كده بيبدا يعمل ايفالويشن للانكريمنت. اولا لو الانكريمنت موجود، اوبشنال طبعا، فاكسكيوت الانكريمنت. ببساطه كده، ببساطه كده هو السطر ده بس اللي فيه حاجه غريبه بس، انما الدنيا كلها بسيطه. طيب اخر خطوه ريبيت. خدت بالك ان بدايتنا بنتشيك على الكونديشن، مش بدايتنا نكسكيوت الكود، ودي برضو من الحاجات اللي محتاج تبقى فاهمها. الكود ده وفقا للكونديشنز والاكسبريشن والانكريمنت ممكن يوصل لمرحله انه ما يتنفذش ولا مره. بس كده ده كل اللي انت محتاج تفهمه دلوقتي كمقدمه طويله عن الفور ستيتمنت.